السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. الحلقة دي موجهة للنصارى اللي بيقولوا أن الله لا يسمح بضياع كلماته، وفعلا الله لا يسمح بضياع كلماته، ولكن الكلمة اللي بتضيع هي الكلمة الموجودة في الورق، في الأسفار، في ألواح، لأن الله سبحانه وتعالى استحفظ هؤلاء البشر على كلمته وعلى كتابه ولم يحفظوه. فنجد أن موسى عليه السلام كسر الألواح التي بها كلام الرب، ونجد أن يهوقيم ملك يهوذا حرق أسفار مقدسة بها كلام الرب. طيب اللي بيقول مش ممكن الله يسمح بضياع كلمته، نقول لماذا سمح الله بحرق أسفار مقدسة كما فعل يهوقيم، ولماذا كسرت الألواح حينما ألقاها موسى عليه السلام؟ إذن الأمر واضح جدا أن ربنا سبحانه وتعالى استحفظ البشر على كلمته وعلى كتابه الموجودة في الألواح والأسفار والكتب ولم يحفظوها. طيب نجد هذا الكلام موجود فين؟ موجود في خروج 32:19: وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما. يبقى الألواح اللي حصل فيها اتكسرت. اللي بيقول وبيعترض إن الله لا يسمح بضياع كلماته الموجودة في الأسفار والكتب وهذه الأوراق، نسأله سؤال: لماذا سمح الله بضياع وكسر الألواح؟ فين الألواح دي المكسورة؟ ولماذا كسرت؟ أين الإجابة؟ لن نجد إجابة أبدا إلى يوم الدين. طيب الأمر الثاني أو النص الثاني اللي بيقول أن يهوقيم حرق كلمة الله المكتوبة، إرميا 36:32: فأخذ إرميا درجا آخر ودفعه لباروخ بن نريا الكاتب فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوقيم. أحرقه يهوقيم. اللي اتحرق ده سفر، اتحرق سفر فيه كلام مقدس اتحرق. لماذا سمح الله بضياع هذه الكلمة المكتوبة؟ الإجابة سهلة جدا: لأن الله سبحانه وتعالى استحفظ هؤلاء البشر ولم يحفظوا. ونجد أيضا أن إرميا كتب وزاد عليه كلام كثير، زاد على الكلام اللي اتحرق كلام كتير تاني. من أين جاء بهذا الكلام لا نعرف. يبقى إرميا مش كتب كمان السفر، لا ده كتبه وزود عليه كمان. تمام؟ يبقى نجد النص بيقول فأخذ إرميا درجا آخر ودفعه لباروخ بن نريا الكاتب فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضا كلام كثير مثله. يعني مش السفر بس اللي اتكتب واتعاد كما كان، لم يكرر نفس السفر كما كان، لا اتزود عليه. طب الزيادة دي جت منين؟ الزيادة دي جت منين؟ هذا هو التحريف. ونلاحظ أن النص ده فيه أمر خطير جدا، وفي ذكر لواحد اسمه باروخ ابن نريا الكاتب. اسمه ايه؟ باروخ ابن نريا الكاتب. عارفين مين باروخ ابن نريا الكاتب ده؟ الكاتب ده بعد كده هو بنفسه هيكتب سفر مقدس ويتعبد به النصارى. هيكتب بعد كده باروخ ده الكاتب اللي مش نبي هيكتب سفر مقدس ويتعبد به النصارى. وبعد كده هنشوف الكلام ده في أقوال علماء المسيحية في هذه الأسفار وفي كتبة هذه الأسفار. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.